السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة في قناة عبد الله خليل على اليوتيوب. اليوم أنا بالسعودية، يعني إن شاء الله هسه بالفيديو يعني راح أحكي لكم ليش أنا باقي بالسعودية إلى هسه، وليش ما رجعت إلى بغداد. بس بما أنه أنا موجود بالسعودية قررت إنه أروح وأجرب الحلا السعودية اللي مشهورين بها أهل السعودية واللي غالبيتهم ياكلوها برمضان. فما نطول عليكم، خلي نبلش. قبلها لا تنسى اشتراك بالقناة، لا تنسى اللايك، ويلا. حاليا نازلين الى يسري حتى نتوجه الى اسمه البتاع، نجيب الاشياء. البناء اللي انا قاعد بيها. شباب حاليا متجهين الى مكان اسمه القرية النجدية. هذا المكان هو مكان يعني يبيع اكلات سعودية شعبية وحلويات سعودية، طبعا مع الصديق يسري الكبير الله يسلمك. اي فحاليا رايحين وحتى نختار الحلويات اللي نريدها ونتذوقها، وراح اوصلكم شعور الحلويات ان شاء الله. شباب هاي القرية النجدية، شوف يقول لك هنا كل شيء موجود جوا، والله شكلها عالمي. وعلى المكان من الداخل هاي تجي هنا مثلا تقعد تقدر تاكل حلويات مثلا، تفطر اكل سعودي، جلسات عربية. واو مكان يخبل. شوف هذا المخبز والاشياء. واو جميل جدا، عربي يعني مش اي كلام. شوف التفاصيل بهذا المكان، يعني حتى الباب مال المصعد شلون مسوي بطريقة حلوة. يعني هاي البندقية والدل اكيد، والهاون هذا احنا نسميه هاون، يعني ما اعرف هنا شنو يسموه. هناك القعدة كلها مال شاي والاشياء. هذا شاي والله مشتغل النار. شباب هذا المنيو، راح ناخذ الجيمات، باقيات يعني نعرفها مهلبية والكرم كراميل. ساي حنيني، راح ناخذ واحد حنيني. وهذا صبيب حالي بالعسل. وهذا محلي. شنو هذا محلي؟ محلة. هذا محلة. اي هذا شنو هذا؟ مال السفينة. اي مزيد طحين بر محمر بزبدة مطبوخ مع معجون تمر. والله شكله يشهي. اخذ هذا لو اخذ الحنيني؟ الحنيني اعتقد نفس الحنيني مالتنا، تمر ناعم. شباب هاي الفاتورة 89 ريال، تطلع تقريبا يعني 25 دولار. خلي اقول لك انه سوبر كي اطلقوا خدمة اسمها عبي رصيدك. اول ما تدخل علي خل اشوفك، تعال. اول ما تفتح التطبيق مال سوبر كي راح تلقى هنا خدمة اسمها عبي رصيدك. هاي هنا بس تدوس عليها راح تقدر تعبي رصيدك الاسيا سيل او الزين او كورك او اي شيء انت تريده. فاستغل هاي الخدمة كلش زين. بين ما تكمل الحلويات خلي اقول لكم انا شنو صار وياي. كنت جاي هنا للسعودية على مود تصوير مال قناة الام بي سي، اعتقد هواي من عندكم شافه. فتأهلت للنهائيات الحمد لله. فردت ارجع، يعني شفت الوضع يعني للاسف اللي صار. فما قدرت ارجع طيران، حاولت ارجع بر. بعدين حكوا وياي الجهة المنظمة مال ام بي سي، قالوا انت تأهلت للنهائيات، فيعني احتمال تروح مثلا والوضع يزداد سوء، ما تقدر ترجع للسعودية من جديد، لازم ارجع قبل العيد. فقالوا لي ابقى. فبما انه انا باقي يعني هنا، فقلت استغلها واجرب يعني اشياء هنا سعودية اسويها، نجرب الحلويات مالتهم، نشوف شنو الاشياء اللي ممكن اسويها بالفترة الجاية. فهذا الموضوع المهم.
هسه استلمنا الباكج مالتنا الخرافي، خلي نروح نجربه. طبعا شباب لا تنسون الاشتراك بالقناه واللايك، ولا تنسى تكتب لي شنو تريد اجرب بالسعوديه، طالما انا موجود بالسعوديه وباقي ان شاء الله فد مده زينه يعني، فاكتب لي بالتعليقات شنو تريد اجرب، شنو الاماكن تقدر اروح لها، شنو التجربه اللي تريد تشوفها اسويها بالسعوديه، اكتب لي اياها وان شاء الله نقدر نسويها سويه. وصلنا للفندق، هذا الفندق الجميل مالتنا. واحد رياض. عدنا اشتريت اضاءة لان ما عندي اضاءة هنا، ف يلا ها الصرف كله ما عليه لايك، ما عليه اشتراك. شوف طبعا انا مهم الى درجة مع الاضاءة تفتح لي بابا. شوف ما تفشلين يا معود عليه. غرفتي ملابسي طبعا ما ماخذيها، المفروض يجون ياخذوها للغسل. شباب والله بودي اشوفكم الغرفة، بس يعني عشوائيات. شو تقولون اشوفكم الغرفة؟ والله عشوائيات يعني بس يعني واحد فجأة يريد يحضر غراضه وهاي قال له والله ما راح تسافر، ابقى قاعد، فانكسر راسي. افر تشوفون؟ سوي لايك، والله سوي لايك افر الجزء. باحي الغرفة حلوة كبيرة خرافية، هنا استعراض الغرفة. هاي تكرمون الحمام، حمام جميل يعني، حمامين. اوكي هنا كنتور ما ادري كم باب. هاي هنا الدشداشة مالتي يعني كم شغلة معلقها والملابس. هاي الغرفة شوف عشوائيات يعني مش شو مكان. شوف صايرة، بس طبعا الأهم من هذا كله إنه عندي بالكون. أوه ماي جاد، شوف بالكون وقاعدة برا ويش تفاصيل وكلش حلوة. هسه خلي نضبط القعدة حتى ناكل ونذوق. يا الله نسوي انبوكسينج. خاشوقة ماكو شطل، لا هاي بيها خاشوقة وشطل وكلينس ومال اسنان شو اسمه هذا كلينس مرطوب على قولة اتش بي. هاي للجيمات، قد خواشي هاي للجيمات. اعتقد راح ابلش بالجيمات، خل ابلش بالجيمات اول شيء اللي هي اللقيمات، وبعدين نشوف الباقيات. دقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم. افتح، خل اجيب مي. دقيقة، طبعا اعذرونا على الهوسة اللي وراي. يا رب، بسم الله. اكلها بشطل لو بيدي؟ لا بشطل. شوية ثقافة وكذا، ولا هاي الاشياء تناكل بالايد يعني. اعذروني يعني حاكل بشطل، بس حتى شنو اشوفكم اياها. شوف هاي القيماية، هاي تكون مغطاة بالشيرة مدري عسل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيبة. اعتقد ناقصها شوية تصير كريسبي خرافي، بس هي بشكل عام ترى مثل الداطلي. بس الداطلي عندنا شوية يكون من جوا يعني شلون فارغ، مو كلش فارغ، ويكون عندنا كلش يعني شلون مطمسيه بالشيرة بشكل اوفر يعني. هاي لا طيبة، الحلاوة مالتها طيبة جدا
راح نعطيها تقييم 8 من 10. يعني احب الجيمات هاي. خليها على صفر بعدين اكلها اسلس بيها. يا الله. اللي بعده طبعا انا طلبت ما طلبت حنيني، نسيت شنو طلبت بصراحه، لازم ارجع للمنيو. والله شكله شهي واشوف، بس هاي الثانيه شكلها جوسي كلش. شنو هاي؟ شوف صديقي الصدوق، شوف ما ادري تحسم يعني الحين طلع لي كلين سايد. الظاهر راح شو اسمه نتطربس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا متخوف بصراحه، خلي شنو ارست. يا الله. بعد الطعم مالتها كريمي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمر مهروس، ويعني ما اذا نرجع للمنيو راح نلقى مكتوب بيه يعني انه بيه اضافات يعني شلون عبالك الدهن، بس دهن حر. ما اعرف شلون مسويه بطريقه يعني، بس طيب للامانه. طيبه هاي. خلينا نشوف شنو اسمائهن. صبيب. هاي لون محله. المحله واحده فشي اسمه محله وواحده اسمها صبيب بالعسل. فما اعرف هاي اعتقد المحلى. خليها عاهب. نعطيها تقييم محلى، اعطيها تقييم 7 من 10. ليش؟ طبعا محبين التمر راح يحبون هاي كلش. ليش تقييم 7 من 10؟ لان حلوه زياده شويه، بيها حلا. هاي يعني اذا تكثر معدة تصير مزعجه الحلا. خلينا نجي للطبق الثالث. يا الله. هذا شكله يعني هذا شو اسمه صبيب بالعسل. اي هذا صبيب بالعسل. هاي محلى. طلعت الريحه. واو. شوف عباره عن يعني قطع هيك شلون مال خبز وهيك. يا الله. هذا صبيب بالعسل. عاد العسل هو عسل لو يعني دبس، احنا نسميه دبس. هذا الاسود ما ادري هم ياهم منهم. بسم الله. هذا صدمه. ليش صدمه؟ لان العجينه مالحه. هاي القطع الخبز مالح، وحاطين فوقها عسل مو دبس. ف يعني اكو ميكس. ما قاعد تاكل حلويات يعني. اذا تجي تريد تحلي فما يعني هاي مو تحليه. هاي يعني ماكو اي حلو بالموضوع. ما ادري ايش اقول. لا هاي اعطيها تقييم 3 من 10. يعني افضل شيء حاليا للجيمات هي رقم 1. وهذا المحلى طيب، هذا اللي بالتمر هماتين. بالمناسبة كلهن يجن حارات. هاي حارة وهاي حارة صبيب بالعسل، وهاي الجيمات تجي حارة.
ولا حلو من ذني، بارد يعني. وهنا وصلنا الى نهايه الحلقه يا اصدقائي، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، وان شاء الله يكون وصلكم الطعم. هاي قلنا يعني شو اسمه هذا، تمر مهروس بطريقه يعني الاشياء صار ميكس جدا لطيف، وللجيمات يعني مثل ما قلنا هي الجيمات بعد. وهاي الصبيب يعني انت بعد تقتل صبيب حبيبي صبيب. لا تنسى الاشتراك بالقناه، لا تنسى اللايك، ولا تنسى تكتب لي بالتعليقات شنو الشيء اللي عاجبك نسويه بالسعوديه او نجربه بالسعوديه وتحديدا بالرياض. ورمضان كريم عليكم، وشكرا جزيلا، وتصبحون على خير وصباح الخير وافطار شهي وسحور شهي، وتقبل الله الطاعات، ومع السلامه.